ازيكم؟ هنشرح دلوقتي ACO Swarm Intelligence. تمام. هنشرح الالجوريثم ده. ال ACO اللي هو اختصار Ant Colony Optimization. تمام. اول حاجه ايه ال ACO؟ ال ACO ده الجوريثم. احنا هنعمل له سيميوليشن كده. الاول نفهم مبدأ او سيكولوجية الانتس او النمل للتعايش. النمل بيتواصل مع بعضه عن طريق حاجة اسمها فيرمون، ده مادة هو بيفرزها. كل انت بتسيب الفيرمون ده على الطريق زي ما انتوا شايفين كده، بتسيبه على الطريق وهي ماشية رايحة لمكان الأكل. طبعا الجول بتاع النمل ده في الحياة ان هو يلاقي افضل او اقصر طريق يوصله ما بين العيش والاكل. تمام. عايزين نفكر فيها بطريقة ديب اكتر شوية. يعني الانتس الانتس كلهم بيعملوا ايه بالظبط؟ النمل عامة بيمشي، بيبدأ الاول يطلع من النست العش بتاعه، بيمشي راندوم باحثا عن الطعام. بعد كده لما في نملة بتلاقي الأكل بترجع تاني وبتسيب فيرمون وراها، فبيطلع مجموعة أكبر شوية من النمل. نقوله 2. الاتنين دول لقوا الفيرمون بتاع النملة الأولانية، فراحوا هما كمان وهم راجعين برضو سابوا الفيرمون ده. طبعا رجعوا، ففي مجموعة أكبر من النمل، نقوله 5 مثلا، لقت كمية فيرمون عالية في الطريق ده، فطبعا راحوا هم كمان لحد ما بقى الطريق ده قوي بالفرمون ومليان فرمون. فالنمل طبعا تكدس في الطريق ده، والفرمون تكدس وزاد في الطريق ده. يعني عندنا مثال اهو. النمل طبعا طالع من النست رايح للفود، وفي الخط ده اللي هو الفرمون. جينا عملنا تجربة بسيطة ان احنا حطينا ممكن نقوله طوبة مثلا. الطوبة دي عملت زي تفرع كده لو انتوا شايفين. التفرع ده خلى النمل بدأ راندوم تاني زي ما احنا قلنا، اللي هو بدأ النمل يمشي يمين وشمال يمين وشمال، فلحد ما لقى ان نملة من النمل لقوا ان المنطقة دي اقصر شوية، فبدأ النمل يتكدس عليها باحثا عن اقل فرمون موجود، اكثر فرمون موجود واقصر طريق، وهو ده. طبعا الطرق اللي هي خلاص لما بيعمل تحديث وبيمشي من طرق تانية، في طرق بتكون اللي هي مش ملاش لازمة بالنسبة له او فيها او طويلة بالنسبة له، زي ده مثلا. خلاص هو هجرها والفرمون بيتبخر، لان هو مادة كيميائية طبيعية جدا بتتبخر زي اي حاجة موجودة. وطبعا ده بيمنع بقية النمل ان هو خلاص ما تمشيش في الطريق ده تاني. طبعا في مثلا حوالي 1% او 2% بيرور، اللي هو النمل بيطلع يمشي طبعا في الطريق اطول، ده الطبيعي عشان يحصل توازن في العملية دي يعني. طب احنا عايزين نبني ده على الكمبيوتر. الكمبيوتر طبعا مش هيفهم نمل ونحل والكلام ده، بيفهم ارقام واحتماليات. فاحنا كان عندنا خوارزمية مشهورة جدا اسمها traveling salesman problem. خوارزمية ممكن نقوله رجل البيع المتنقل. تمام. او اختصارها TSP. ممكن نقوله ان في عندنا 4 مدن هم. تمام. فالمفروض ان الخوارزمية دي كل اللي هي بتعملها باختصار ان هو بيروح يشوف اقصر طريق، ده الجول بتاعها. ايه كمان؟ ان هو بيزور كل مدينة، يعني عندنا مدينة A و B و C D، بيشوف طبعا الجول بتاعه زي ما قلنا اقصر طريق، زائد ان هو بيزور المدينة مرة واحدة فقط وما بيزورهاش تاني. الشرط التالت ان هو بيرجع للمدينة الاصل اللي هو طلع منها. ده باختصار الجوريثم بتاع TSP. هنزود عليه الانت بيهيفير بالارقام بقى طبعا والحسابات. يعني
هنزود عليه اللي قلناه من شويه، اللي هو ان الانت بينزل فيرمون وقوه الفيرمون ده، وان في حاجه اسمها تبخر ومش عارف ايه، كل ده هنحطه بشكل ارقام يعني. الحاجتين دول لما نحطهم على بعض خلاص انا اتكون عندي الجوريزم الاي سي او. ممكن طبعا استعمله في حاجه زي الجي بي اس مثلا، بس ده طبعا مش دلوقتي، حاجه متقدمه شويه. عايزين برضو نبص لها بطريقه اعمق شويه، يعني نتخيل الموضوع وهو شغال. عندنا هو نفس الخريطه. اول حاجه المفروض ان انا بحط نمله على عند كل مدينه، عشان طبعا نبدا الحسابات بتاعتنا. اهي اول نمله، تاني نمله، تالت نمله، ورابع نمله. كل نمله بتبريزنت a possible solution. يعني ايه معناه الكلام ده؟ يعني كل نمله محطوطه عند مدينه هي بتبريزنت عدد احتمالات او حلول كتير. يعني هتبدا من هنا وتمشي مثلا من هنا او من هنا، غير لما تبدا من هنا وتمشي من هنا، غير لما تبدا من هنا وتمشي من هنا. في احتمالات كتير جدا. احنا طبعا الاحتمالات دي لما بنقعد نحسبها كلها، او الكمبيوتر طبعا بيحسبها كلها في وقت واحد وفي لحظات واحده، بيطلع افضل حل. تاني حاجه، النمل نفسه لما بيجي، احنا مثلا هنختاروا نمله ايه، النمله عند ايه هي دي. النمله دي لما هتيجي تتحرك هتتحرك من 4 ولا من عند 7 ولا من عند 6؟ لا طبعا هي هتتحرك عند الحاجة اللي هي شايفاها فيها strength. الأرقام دي تعبرا لقوة الفرمون، أو قوة الفرمون الموجودة على الطريق ده. طبعا النملة هتمشي من الطريق اللي هو فيه 7، قوة الفرمون بتاعه 7، لأن ده هيوصل. كان ماشي عليه نمل كتير قبلها، ده أعتقد فيه يعني شورتست أو فيه فود اللي هي عايزاه أكتر يعني. طبعا معنى كده ان الانس نفسها زي ما لسه قايل بتعتمد اكتر على الطرق اللي فيها فرمون، نسبة فرمون اعلى، يعني 7 مثلا، ولا 6 ولا 4. 7 طبعا اكبر حاجة. لو جينا بدأنا من عند الدي هنا، هيمشي من عند ال5، مش هيمشي من عند ال2. سوري، هيمشي من عند ال6، مش هيمشي من عند ال5 او ال2. تمام. فده طبعا بيخلي بيأثر في قرار النمل. طبعا مع الوقت لما كل واحد فيهم بيبدأ يتحرك ويحسب الاحتمالات طبعا على حسب الطريق اللي فيه فرمون اكتر، بيبدأ فعلا النواتج تبان. يعني بيقول لك مثلا ان النملة وقت ما هتبدأ من عند ايه وتمشي في الطريق ده كذا في كذا في كذا، ده افضل حل، وده مثلا ده مش افضل حل كده. ده طبعا بيبين ان، وعكس كده طبعا، ان الطرق اللي خلاص لما بيبين افضل حل، في طرق بيتم هجرها لان هي خلاص بيحصل لها evaporation ومفيش نمل بيمشي من عليها. وزي ما قلنا ان الفرمون ده مادة بيبصقها مثلا النمل، وبعد وقت بتتبخر عادي جدا لو ما تمش تجديد عليها. نخش بقى في المعادلة الرياضية بتاعتها. هي طبعا متخضش، هي سهلة جدا، بس هي لازم يعني احنا مش عايزين نفهم الماث ك كأرقام وحاجة بتضايقنا وكده. هي موضوع يبقى سهل جدا لو فهمناه ككلام وحولناه احنا لأرقام. أول حاجة، طب أنا عايز أحسب ايه؟ يعني الدنيا بتمشي ازاي برضو لو هاجي أطبق اللي احنا لسه قايلينه ده رياضيا؟ أول حاجة أنا عايز أعرف لو أنا النملة واقفة عند ايه دلوقتي، نسبة احتمالية تروحلها قد ايه، اللي هي النملة هتمشي في أي طريق بنسبة كام في المية. طبعا احنا بنجربها عند كل طريق، الطريق اللي فيه ال4 والطريق اللي فيه ال6 والطريق اللي فيه ال7. طب انت ليه ما اخترتش الاول؟ يعني اختار الطريق اللي فيه ال7 وخلاص، مش لازم نعمل احتمالات والحاجات دي. لا طبعا هي باينه ان هي سهله دلوقتي علشان دي مساله سهله جدا، لكن في الحقيقه او في الحياه لازم يكون في اثبات رياضي للمشكله دي او لحل المشكله دي، علشان انت هتتوه. فده الاثبات الرياضي. ده احتمالية مشي النملة للتاون اللي هي للتاون دي اللي احنا مختارينها. يعني مثلا من ايه هتروح لبي، اللي نقوله ان بي كانت ب7 مثلا. تمام، بس احنا هنحسبها دلوقتي.
ده الاحتمالية عامة، اللي هو زي ما قلنا ماشيها من مكان لمكان تاني. طب الاحتمالية دي بتتحسب ازاي؟ طبعا بتتحسب هنا، آه دي اللي هي الفيرمون ليفل. الفيرمون عندي قد ايه، متربعة او معمول لها باور الفيرمون سترينث، يعني كمية الفيرمون تو باور قوة الفيرمون مضروبة في 1 على distance، اللي هي ال n دي 1 على distance. ليه 1 على distance؟ مش فاهم. يعني عاملينها 1 على distance علشان كل ما المسافة هتزيد كل ما الاحتمالية هتقل. احنا ما ينفعش، احنا هنا عاملينها انفرس عشان كده، يعني احنا الماث كله عبارة عن لعب بالرياضة، اللعب بالارقام سوري. فعشان نقدر نوصف الحاجة، فهنا لو عملناها distance بس طبعا الرقم ده هيبقى كبير قوي. كل ما الرقم هيكبر كل ما الديستانس هتكبر الاحتمالية هتكبر، واحنا مش عايزين كده، فعكسينها عاملينها 1 على الديستانس، بحيث ان كل ما الديستانس تكبر الرقم يقل. طبعا ده تو باور السيرفيس تايب ريزيستنس، يعني طول الارض اللي النملة ماشية عليها في احتكاك الارض مع النملة دي. ما هو الارض دي افرض لو هي حجر غير لما تكون رملة، غير لما تكون جبلي، غير لما يكون ميه مثلا، يعني غير لما يعني طبعا كل ده هنا النملة هيكون بالنسبة لها أصعب شوية المشي، هنا أسهل مش عارف ايه، غير لما يكون بلاط. تمام. كل ده على نفس الاحتماليات دي بس بتاعت كل التاونز اللي موجودة في الخريطة. يعني ده يفكرنا بإيه؟ بحاجة زي قانون المين مثلا، اللي هو المتوسط. هي تعتبر هما الاتنين واحد يعني، لكن نفس الشكل، لازم بنجمع الحاجة على مجموعها، بنضرب الحاجة على مجموعها سوري. ده ليه؟ عشان يطلع لي احتمالية وجود النملة دي في المنطقة دي على حسب كل المناطق، بمعنى أصح. نخش على تاني حاجة بعد ما خدنا هنا احتمالية تحرك النملة من المنطقة I للمنطقة G. هنا هناخد حاجة اسمها الفيرمون ابديت ايكويشن، يعني خلاص الفيرمون بقى الجديد، يعني نفهمها بطريقة احسن. احنا عايزين نطلعه الفيرمون الجديد. ما هو كل نملة لما بتيجي تمشي في مكان بتفرز فيرمون، فاحنا عايزين نعرفه الفيرمون بقى قد ايه اللي هو الجديد. طبعا الفيرمون هنا ده شكل الفيرمون. جواه ايه بقى؟ جواه 1 ناقص الفيرمون ايفابوريشن ريت، يعني معدل تبخر الفيرمون قد ايه. ليه عاملين 1 ماينس هنا؟ علشان ده دي احتمالية فبتكون ما بين 0 و1، فاحنا هنطلعه هنا 1 مثلا ماينس دي في الغالب مثلا يعني بتكون 0.3. فمثلا هنا الاحتمالية كلها بقت بنسبة 70%. ال70% بتيجي بتتضرب في الفيرمون القديم، يعني انا بضرب احتمالية الفيرمون في احتمالية ان هو يحصل له evaporation، يعني احتمالية الفيرمون بنفسه في احتمالية تبخره هو، عشان نقدر نطلع اللي كان موجود اتبقى منه قد ايه بالظبط. ده بقى زائد الفيرمون اللي اوريدي الجديد النملة انتجته. يعني معنى كده ان الفيرمون كله الجديد اللي موجود دلوقتي بيساوي الاولد فورمون الايفابوريشن بتاعه اللي هو تبخره وبعد ما اتبخر بقى منه قد ايه، زائد الجديد اللي اتضاف دلوقتي. طب الجديد اللي اتضاف دلوقتي ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كيو على ال. طب ايه الكيو وايه ال؟ الكيو دي هي قوة الفرمون الجديد المضاف، يعني الفرمون اللي النملة ضافته الجديد ده
اللي احنا لسه قايلين عليه، قوته قد ايه. لان الفيرمون ده مثلا تختلف النمله دي من النمله دي، مش عارف ايه، هنا ممكن مثلا ريحته اقوى، هنا مثلا حاجات زي كده يعني. قوته عامه قد ايه، قوه كماده كيميائيه نفسها قد ايه، على كل الديستانس اللي النمله دي مشيتها. معنى كده ان الديستانس دي لما النمله بتمشي ديستانس اكتر، ده بيقلل احتماليه ان يكون فيه فيرمون، لان الطريق بالنسبه لها اطول، يعني الطريق اطول لي فالفيرمون اقل. بس فكده دي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نحل السؤال ونفهمه. كل اللي احنا عايزين نفهمه ان في حاجه اسمها احتماليه التنقل، وبعدها بعد ما بنتنقل بيكون في ابديت، يعني خلاص بقى الحاجه الجديده اللي احنا حطيناها بقت قد ايه. وتالت حاجه الديبوزيت، اللي هي نفس الحاجه دي لكن هي بتتكون من ايه من جوه. ثانك يو.